ذكاء معجزات النمل. هل تعلمون أن النمل ليس مجرد حشرة صغيرة تمشي على الأرض؟ لقد كرم الله النمل بذكره في القرآن الكريم في سورة كاملة تحمل اسمه، وهي سورة النمل، ليلفت أنظارنا إلى مملكته المذهلة المليئة بالأسرار والمعجزات التي تدل على عظمة الخالق. النمل مهندس بارع وذكي جدا في تخزين طعامه. عندما يجمع البذور ليخزنها تحت الأرض، يقوم بقطعها إلى نصفين كي لا تنبت وتفسد، والأعجب من ذلك أنه يقطع بذور الكزبرة إلى 4 أجزاء، لأنها البذرة الوحيدة التي يمكنها النمو حتى لو قسمت لنصفين. لا يعيش النمل وحيدا، بل في مجتمع متعاون للغاية. يتواصل النمل فيما بينه عن طريق إشارات كيميائية وروائح خاصة يشمونها بقرون استشعارهم، مما يسمح لهم بتبادل المعلومات حول أماكن الطعام أو التحذير من الأخطار بسرعة فائقة ودقة متناهية. سبحان من خلق فأبدع وألهم هذه الكائنات الصغيرة كل هذا الذكاء والحكمة. إذا أدهشتكم معجزات النمل وترغبون في اكتشاف المزيد من أسرار الكون العجيبة، لا تنسوا المتابعة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد من قصصنا المشوقة.